بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا بكن جميعا حبيبات قلبي. جعل الله أوقاتكم كلها بركة وخير ويسر وامتنان وحب إن شاء الله تعالى. اشتقت لكن جدا جدا جدا. على بالي دوك تقولوا لي صمتيها كل مرة تجي تقولي لنا توحشتكم. ما غبتي مسقم ما جيتي مسقم. عسى خير. اللي تابعوني على الانستغرام راهم على بالهم اسباب الغياب تاعي. دعواتكم لي ان شاء الله ربي يجعل لي الشفاء ويجعل لي العافيه والصحه ولكل المسلمين ان شاء الله تعالى. في هذا الفيديو جيت نطلع عليكم بحاجه خفيفه. اولا راح ندير لكم واحد العزومه هكذا. ثانيا راح ندير لكم واحد الزيارة درتها لواحد اليوتيوبرز ما شاء الله، يعني تعرفت عليها كانت بعثت لي، وسبحان الله جات الصدف انه رحت لها وتعرفت عليها، وما شاء الله اني حبتكم تتعرفوا عليها كيما تعرفت عليها انا، وانسانه حبوبه بزاف بزاف وما شاء الله عليها، ربي يبارك فيها ان شاء الله. اما الان نعودوا للعزومه. هذه العزومه رحت المره الاخرى لدارنا، فعرضتني مرت خالي ودارت لي الشخشوخه، علما انه كل مره تقولوا لي ديري لنا شخشوخه ديري لنا شخشوخه ديري لنا شخشوخه. خصوصا اني هنا في مسيله وعندهم طرق سبيسيال في الشخشوخه كيفاش يديروها، دونك راح نمد لكم واحده من الطرق، خصوصا انه مرت خالي خوالها كيما نقولوا مسيليه، ولكن دارت لكم هذه الشخشوخه باسهل طريقه ممكنه. لانه كاين اللي طلبوا مني كيفاش نديروا شخشوخه اللي تكون سهله خلاص. هذه اسهل نوع تاع شخشوخه. اما شخشوخه اللي كيما يديروها بيت شيخي عند نهار نديرها لكم ان شاء الله، فيها مراحل كثيره، وانما تجي ما شاء الله. هما في زوج لذيذين، وانما كل وحده تختلف على الاخرى سبحان الله. طيب نعودوا الان للشخشوخه نتاع مرت خالي. واش دارت فيها؟ سهل جدا. دوك نمشي معكم خطوه بخطوه. هنا البصل كاين نص رحاته في الروبو رقيق خلاص، هذا لكم تشوفوا فيه، والنص الاول رحاته باليد ليه باش ما يذوبش خلاص في المرقه، باش يبقى شويه تكتلات تاعو. الطماطم دارت هذيك الكميه كامل غير حبه واحده باك نحيناها، يعني شفتوا الكميات الاولى نتاع الطماطم وتاع البصله هذوك كامل درناهم لانه دارت كميه كبيره. هنا الثوم، هذا ثاني ثوم مرابي مخدوم جديد وواجد وكلش. هنا بطاط طماطم، قلت لكم بطاط طماطم يا الهي. هنا ملعقه كبيره نتاع طماطم كونسونطري، وعندنا الراموش اكيد باش تجي شويه فيها الحراره. هنا فلفل حمار دارت شويه من الحار وشويه والشويه الكبير من الحلو، ودارت كزبر. علما انه شخشوخه يعني هي تجي بنينه غير بالحراره والحوايج الحاره. مي نتوما واش حبيتوا؟ اللي ما يحبش الحراره ينحي الراموش هذاك. دارت 4 مغارف برك تاع الزيت، لانه هاكم على بالكم اللحم والدجاج ديجا يطلق الليدام تاعو. ايضا فلفل مقطع رقيق خلاص، وطبعا دبشه مقطعه رقيقه كما شفتوا. يعني هنا واش دارت؟ اختصرت عليكم ودارت لكم طريقه سهله. وش هي؟ انه دير كلش مع بعض بارد في بارد، يعني سهلتها لكم خلاص. ما ديروا لا مراحل، لا زيد هذيك لا نقص هذيك لا حتى كذا والو، كلش درت لكم بارد في بارد. حطتها بيان سور، درت الملح، حطتها على نار متوسطه، خلتها تتقلى مليح 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 كما حين تشوفوا دوكا. يعني ديجا شكلها راهي يشهي وجات لذيذه لذاذه ما تيماجينيوهاش ما شاء الله عليها. دوكا هنا من بعد ما تخليها تتقلى مليح مع بعضها وفي الماء تاع الطماطم والبصله، باش من بعد تمرقها بالماء يكون مغلي، يعني حطوا ماء اكوتي وغليوه وكلش. اما فيما يخص العجين دوك تشوفوا المراحل واش دارت. المهم اني درت لكم مقتطفات. من الاول عجنتها هكذا كما راكم شايفين بالماء والملح، وحاولت تدلكها مليح، دخلها في بعضها مليح، من بعد خلتها ترتاح باش رجعت ليها للمره الثانيه. هنا نجبد لكم واحد القصه. وإحنا عند مرت خالي جات الجارة تاعها هكذا صدفة، طابت لقاتنا ثم دخلت قعدنا قصرنا معها. هي إنسانة صغيرة في العمر، يعني تقدروا تقولوا صغيرة لأنه في وجهها تبان صغيرة خلاص ما شاء الله عليها، وجميلة جدا ربي يحفظها إن شاء الله. ولكن كي بدأت تحكي لنا في حكايتها
عندها سنوات فايته 14 ولا 13 سنه ما جابتش الاولاد، وتطلب بك في ربي انه يرزقها الاولاد. والله الامر مش سهل. انا من هذا المنبر نقول لكم تدعيوا لهذا الإنسانة الطيبة الجميلة، تدعيوا لها ربي يسهل لها، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي نسمعوا عليها خبر طيب، وأنه آخر محاولة هذه اللي راهي فيها تصلح لها وترفض الكرش وتجيب الأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شيء صعب على الله سبحانه وتعالى، لذلك الواحد ما يقنطش من رحمة ربي سبحانه، لأنه الله هو الرزاق. لذلك حابتكم كامل تدعيوا لها في التعليقات، وإن شاء الله يا ربي راح تشوف لا فيديو. اما فيما يخص هنا نرجع لكم للوصفه. هنا الدجاج هنا دارت له واحده التحميره من الفوق، شوفوا دارت فيها شويه زبده ذايبه مع المرقه نتاع اللي راهي طيب، المرقه نتاع شخشوخه، يعني هزت العين الفوقانيه، ودارت دبشه ودارت ثوم دارت فلفل اسود شويه بق، دا غطاتهم كما راكم شايفين ولاحتهم في الفور باش يكملوا الطياب. يعني احنا جبدناهم تقريبا 90% طايبين، وال10% يكملوا يطيبوا في الفور. وجات تحميره لذيذه جدا، يعني تقلب لكم الدجاج تاعكم ولا اللحم ما شاء الله. علما انهم بعد ما التكسار والضحك والوسمو نسيناهم قريب، يعني تقريبا دوك تشوفوهم كيفاش خرجوا. المهم هنا كما راكم شايفين، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا المرقه كيفاش جات. وهنا بعد ما طابت يعني هنا راهي تجمر في الشخشوخه، تزيد بشويه، دارت الدفعه الاولى، هاي زادت شويه للشخشوخه باش تجي هكذا متلتله هكذا بالمرقه وكلش. الله يبارك، يعني ربي يرزقها وربي يعطيها صحتها إن شاء الله، ويعطيها كل ما تتمنى. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا يا رب العالمين. ربي يبارك فيها على العزومة هذه الجميلة جدا. يعني أنا سعدت بها جدا وكثر خيرها، وفاتت كما نقولوا أمسية ولا في الأحلام بالضحك ولمة الأحباب وصلة الرحم والأوقات الجميلة جدا اللي إن شاء الله يا ربي يدومها علينا أجمعين. هنا في الأخير كما راكم شايفين التقديم النهائي، شخشوخة ودارت لنا بنتها أماني دارت لنا تحلية ثاني، خدمتها بطبقات نتاع بسكوي وتاع الفلان، تحلية بسيطة ولكن ثاني جميلة جدا مع اللبن طبعا. وهذه هي شهيتكم في الجنة إن شاء الله، وربي يحفظكم وربي يحفظكم جميعا إن شاء الله. أما الآن نروح لليوتيوبرز اللي رحت ليها. شكون هي؟ وهي اليوتيوبرز الجميلة الكيوت الرائعة المجتهدة تجارب روزا. تجارب روزا اللي ما يعرفهاش لازم يولي يعرفها. هي فتاة سطيفية بالضبط من مدينة العلمة، ومدينة العلمة تقريبا هي الوحيدة اللي عندها قناة يوتيوب في مدينة العلمة، يعني مشهورة باللي هي الوحيدة اللي عندها قناة يوتيوب ثم في العلمة. هذا تحدي، وكانت السباقة والأولى في هذا الأمر في مدينة العلمة، وشرفت مدينة العلمة وشرفت مدينة سطيف. كنت طالعة لسطيف مع الوالد، كان عندنا أشغال يعني. ملا في الطريق ديجا كانت هضرة معايا روزا قبل أيام، قالت لي يا حنان كذا 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 راني حابة نتعرف عليك. قلت لها أهلا وسهلا، علما أنه كنا من قبل نشوفوا فيديوهات بعضنا ونعلقوا ولكن ما بدون تعارف. ملا كيش حابه تعرف عليا وانا طالعه في الطريق صدفة سبحان الله عيطت لها في التليفون، قلت لها يا روزاني طالعه لسطيف وممكن جدا نجي للعلمة، ما رأيك انه نتلاقاو لاش 5 دقائق بك هكذا نشوفك بك وتشوفيني لاش مع الطوموبيل. قلت لها اصلا ما عندناش الوقت باش نروح مباشرة للبيت. قالت لي طيب مش مشكل. ومن بعد رحت انا قضيت شغالي وشبعت شغال وشبعت شمس في الطريق والطوموبيل ماهيش كليماتيزي وش نقول لكم. المهم اخر ما رحت ليها من بعد كي صفيت العلمة ورحت ليها ما خلاتنيش، قالت لي انت طلعي للدار. طلعت لقيتها ما شاء الله، يعني ما قالهاش ضيف الغفله، ولكن حضرت لي عزومه، يعني ان صح تعبير ضيافه جميله جدا. ربي يكرمها ان شاء الله، ولو انه قعدنا يا ربي 10 دقائق ميم با مع بعضنا، لانه ما كانش في بالي نطول. ولقيتها دايرت لي فيديوهاتي في شاشة التلفزيون في الصالون تاعها. والله شبعت فرح، ربي يحفظها ان شاء الله. وزاد من الفوق دارت لي كادو ديجا كانت موجدته لي من قبل، ومدته لي خدمت لي هذا الطقم هذا نتاع ريزين ايبوكسي فيه هذا لي زاكسيسوار كامل دوك تشوفوهم. المهم انا اوجه لها كل الحب وكل الموده وكل الامتنان على طيبتها وعلى كرمها
ان شاء الله يا ربي نخلفها لها مره اخرى وتجي لعندي ونستضيفها، وان شاء الله نتلاقى انا وياها مرات ومرات عديده باذن الله سبحانه وتعالى، لانه القعده تاعها ما تتشبعش. قناتها راح تلقاو فيها عده امور، راح تلقاو روتينات لمحبات الروتينات وكلش، وراح تلقاو بالخصوص هي توري الامور اللي مثلا عند الحوانت، تخرج ودير تسوق وتورينا واش كاين في الحوانت جديد. بزاف يحبوا يتفرجوا قناتها ليه يعرفوا واش كاين جديد، خير ما يضلوا يروحوا يشقاو لهذاك المكان. يعني مسهله على الناس بزاف امور. المهم هذه هي، حبيتكم تعرفوا على روزا، ونحبكم كامل تروحوا ديروا ابوني عندها وتابعوها وقولوا لها جينا من عند حنان وان شاء الله يا ربي لما لا ممكن قريبا جدا جدا، ما باليش ممكن تشوفونا مع بعض صوت وصورة على اليوتيوب إن شاء الله.